مشاهدي المصرية في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات مجلس الفقه. هو في البداية طبعا اسمحوا لي أن أنا يعني جدير بالذكر أن زميلنا العزيز عاصم بكري مصاب، طبعا بيمر بأزمة صحية وأصيب بفيروس كورونا، وبإذن الله ربنا يشفيه ويعافيه ويشفي طبعا المصابين، كافة المصابين في كل مدن ومحافظات وربوع مصر. ونتمنى طبعا أن يتجاوز العالم بأكمله هذه الغمة وهذا التحدي الكبير. إن شاء الله أكون مع حضراتكم على مدى عدة حلقات لحين استئناف طبعا زميلنا عاصم بكري نشاطه ووجوده في الفترة القادمة من جديد بإذن الله، بعد أن ينعم عليه ربنا سبحانه وتعالى قريبا بإذن الله بالشفاء العاجل، أن يعود لمزاولة نشاطه في تقديم حلقات برنامج مجلس الفقه. نجدد الترحيب في بداية هذا اللقاء بالعالم الجليل الدكتور سعد الدين هلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. أهلا بحضرتك يا دكتور سعد. بارك الله فيك في كل المشاهدين والمشاهدات، وألف سلامة يا أستاذ عاصم، وكل المرضى يا رب يشفيهم ويعجل بشفائهم، وكل اللي يعني ما مروش بفيروس كورونا عليهم التحيط واخذ الحذر حتى لا يصابوا بهذا الفيروس اللي ممكن ياتي من حيث لا يدري الانسان. يعني هو ممكن ياخذ الحيطه والحذر وسبحان الله يفاجأ بالفيروس. الفيروس ده حاجه تافهه بسيطه لا ترى، ولكن تصيب الإنسان وتضره في صدره وفي تنفسه وفي معدته، ومنها المهلك ومنها الأمر البسيط إن شاء الله. لكن الأكثر كما سمعنا من أهل الذكر من أهل الأطباء إن شاء الله أزمة وتعدي، وكلها شهرين لحد ما يعدي شهر فبراير والعالم كله يمر بإذن الله بسلام يا رب وأمان. إن شاء الله إن شاء الله. يعني اسمح لي خلال وقتنا، يعني دكتور سعد الدين هلالي طبعا اختار عنوان لهذه الحلقة مهم جدا، ألا وهو مقاصد الإيمان ومصدر مقاصد الإيمان والكثير من الأمور التي تترتب على هذا التفسير أو التفاسير الخاصة بمقاصد الإيمان، فضلا عن التفرقة بين مقاصد الإيمان في الإسلام الديني، في الفكر الديني الإسلامي، ولدى تيارات الإسلام السياسي. وهيكون طبعا في سؤال عن الإيمان وتأثيره على الشخص في التعامل مع هذه الأزمة الكبيرة المحيطة بالعالم كله، وبشكل خاص العالم العربي والإسلامي ومصرنا الحبيبة هي أزمة انتشار ومواجهة فيروس كورونا. خلينا نبدأ مع حضرتك بشكل عام، ما هو المقصود بمقاصد الإيمان وما هو مصدر مقاصد الإيمان؟ تسمح لي برضو في البداية ان احنا نهني كل الشعب المصري وكل الإنسانية بالعام الميلادي الجديد، نقول لهم كل سنة وانتم طيبين. حضرتك طيب. احنا النهارده صحيح يوم 29 ديسمبر، يعني يوم الخميس رأس السنة تنتهي ونبتدئ سنة جديدة يوم الجمعة بإذن الله 1 يناير 2021، والأيام بتجري ازاي بسرعة. أنا في المناسبة دي كان كل سنة في فترة ما وجد فيه الإسلام السياسي واللي لسه له بقيته حتى الآن وأزلامه حتى الآن، كل لما يجي موعد 1 يناير يحدث حكم تهنئة المسيحيين بأعيادهم، تهنئة غير المسلمين في الدين الخاتم بأعيادهم. الحقيقة احنا تجاوزنا دي وما عادش يصلح نتكلم فيها، لكن أنا عايز أنادي الشعب ونادي نواب الشعب بأن احنا نرتقي إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة تجريم من يتحدث أو من يفتي أو من يبث رأيا يؤدي إلى الكراهية وإلى فرقة المجتمع وفتنته. نعم. يعني خلاص تجاوزنا حلال ولا حرام. حلال ولا حرام دي حق كل إنسان. الدين لا ملك فلان ولا ملك فلان. النبي قال استفت نفسك استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. خلاص أصبح حق الفتوى ده حق شخصي، لكن كونك تعبر عن فتوتك بما يؤدي إلى الوقيعة ما بين جار وجاره، ما بين زميل وزميله، ما بين مواطن ومواطن، دي فتنة بقى. لابد من هذا التجريم، وخاصة ان الكل مقتنع، مفيش حد على وجه الارض مش مقتنع بان الغيبة مذمومة وان النميمة مذمومة، وفي ديننا بنعبر ونقول كبيرة من الكبائر. فاذا كانت الغيبة والنميمة كبيرة من الكبائر والفتنة اشد من القتل واكبر من القتل، اذا يجب ان احنا نتنبه ونوابنا يتنبهوا وتصدر تشريعات قانونية. لان شوف المبدأ في الاخر في ناس تخاف ما تختشيش، تقعد تقول لهم بالذوق الانسانية خلي رأيك الديني جواك، قناعتك الدينية جواك، مفيش داعي انك تأذي غيرك بقناعته الدينية، مفيش فايدة.
اذا مفيش حل غير استصدار قانون. النهارده وانا جاي حالا في من خلال دقائق او ثواني قبل ما ادخل الهواء، جيمس واتسون ده عبقري من عبقريات الزمن، راجل اصلا انجليزي واخد جائزة نوبل سنة 53. عارف عمل ايه عشان ايه؟ اكتشف الجينات. وسنة 1985 اتعمل مشروع اسمه مشروع الجينوم العالمي العملاق من اكبر 15 دولة في العلم علشان يدرسوا الجينات وداخلها، وعملوا الخريطة الجينية. انا بذكر ده ليه؟ عشان اقول لك قيمته ايه، قيمته العلمية ايه. النهارده من ثواني قبل ما ادخل الهوا جاي لي رسالة بموثقة ان تم نزع اسمه من برنامج الدراسات العليا، اللي هو ما فيش حد على مستوى العالم اسمه يذكر في دراسات عليا ولا في العلم الجيني اللي هو. واضح؟ اتنزع اسمه. عارف ليه؟ علشان بيدعو الى الكراهية والتمييز بين السود والبيض، وبيقول ان السود اقل ذكاء من البيض. شفت الانسانية حضرت ازاي؟ انا عايز اقول الكلام ده لمجلس النواب، عايز اقول الكلام ده للشعب المصري العظيم. بقى غيرنا يعرف يرتقي الى ضبط المجتمع والى ورفض التمييز العنصري الاخر، وعدم التمييز بين الانسان واخيه الانسان لا بلون ولا بدين، واحنا لسه عايشين في الوحل. لا، اكبر اسم عالمي جيمس واتسون يتنزع اسمه من برنامج الدراسة العليا علشان بيميز ما بين السود والبيض احتراما للإنسانية. شفت الإنسانية قبل العلم ازاي؟ نفس الأمر، الإنسانية قبل الأديان. قبل ما يظهر دين كان في إنسان. يعني هنا حضرتك بتطالب بتشريعات من مجلس النواب المصري تعاقب وتشدد العقوبات لمن يقوم بأي تصريحات تبعث على الكراهية أو أيوة. على الفتن في المجتمع المصري. حضرتك عايز تغليظ العقوبات طبعا لكل من يرتكب هذا الفعل. هو مفيش تشريع بيجرم اللي يقول فتوى ان زي ما بشوف دلوقتي الاحتفال وانا لا اعترف الا بالسنة الهجرية، وهو شهادة ميلاده بالسنة الميلادية، شهادة تخرجه من جامعة الازهر بالتوقيت الميلادي، يعني قبض مرتبه بالتوقيت الميلادي. يذكر أن لا أعترف إلا بالسنة الهجرية، وإن الاحتفال بالرأس السنة الميلادية وتهنئة غير المسلمين حرام، ويتقال الكلام ده في مواقع، ويتقال الكلام ده في وجوه إعلامية، ونسمح بعد كده. أظن بعد 30/6 الشعب المصري خلاص اجتاز، وخاصة كمان إن ربنا كرم الشعب المصري بفلتة من فلتات العصر، إن ربنا يكرمه برئيس يستوعب ويقرأ كل أحلامه وطلباته وعارف طريقه الصح فين. لما إزاي الشعب العظيم اللي ربنا كرمه وهيأ له رئيس وحكومة واعية وعمالة تشتغل ليل ونهار وعارفة مصلحته فين، ولسه بنتكلم هو الاحتفال برأس السنة الميلادية حلال ولا حرام؟ تهنئة غير المسلمين حلال ولا حرام؟ تجاوزناها. عايزين بقى نمنع ونقص لسان اللي يبث الفتنة. طب بتحصل إشكاليات في لقاءات مباشرة بين حضرتك في مناسبات ما ودردشة بتحدث أو محادثة بين حضرتك وأكثر من عالم آخر بتختلف مع بعضهم حول هذه الأمور، أو مثلا ربما بيبقى في خلاف شديد بتحاولوا تقنعوا بعض، يا إما يقنع حضرتك بوجهة نظره أو تصل لهذه القناعة اللي بتحاول حضرتك تقدمها للمشاهد دلوقتي مع صاحب هذا الرأي أو هذا النوع من الفتوى؟ أصلا عايز أقول لك الرأي ده مزروع في مصر من سنة 1912 لما ظهرت الجمعية الشرعية، وتأكد 1926 لما ظهرت أنصار السنة، وتأكد 1928 لما ظهرت الإخوان المسلمين. كل دول عملوا لنفسهم دعاة، كونوا إيه؟ دعاة. سابوا الأزهر وراحوا عاملين معاه الدعاة ويخرجوا ناس منهم فيهم ويدفعوا فلوس أكتر. ناس جالهم من كل مكان ومنهم من الأزهر اللي دخل فيهم عشان لقمة العيش، وبعدين عملوا التكتل بتاعهم ده رسم صورة للإسلام يدعون الشعب إليها. بقى لهم كم سنة دلوقتي؟ 100 سنة وشوية. 1912 والنهاردة الجمعية الشرعية، النهاردة 2020.
وانصار السنه 26 والاخوان 28. 100 سنه 100 سنه مزروعين. الفكر ده بيتغلغل في الناس او بينتشر بين الناس، فاصبح جوه في جينات الانسان. ثقافه الشعب ايه؟ بقت ثقافه الشعب بهذا الوضع اللي هو التمييز ما بين الناس وبعضهم بالدين. بعد لما كان الدين لله صار الدين لزعماء الدين دول. فاحنا اجتزنا 6 سنين اهوت ما شاء الله، يعني ناجحين ناجحين ناجحين. والنجاح ده بقى عايز يتوج بالشعب يبقى نسيج واحد. نبعد الفتن، نبعد التمييز بالدين او بالجنس او باللون. عايزين نخلينا كده نسيج اسره. بس من نعم ربنا علينا سبحانه وتعالى يا دكتور سعد ان احنا فعلا شعب بيتمتع بفكره النسيج الواحد ويلفظ هذا النوع من الدعاوى اللي فيها فرقه وفتن. حتى لا قدر الله عندما كان يحدث حادث في نوع من التعصب الديني في مكان، في محافظه مصريه، في مدينه مصريه، تلاقي حضرتك ردود الافعال على مستوى الراي العام المصري رافض ده، لان احنا ما تربيناش على ده، لان ثقافتنا ما فيهاش التفرقه بين المسلم والمسيحي ولا التمييز بين مصري واخر. تاريخنا ما فيهوش ده كتير. ولا راي حضرتك ايه؟ كلامك وردي قوي يعني. والله انا بشوف ده الواقع. لا حضرتك قول لي لو الواقع غير كده، حضرتك قول لي ده اللي بشوفه. لا انا في ثقافتنا وتربيتنا ان الناس مصر طول عمرها حضراتكم واجيال يعني سبقتكم كانت تقول ان ربنا حمى مصر بفضله سبحانه وتعالى من ويلات التعصب والقبليه اللي هي عصفت بدول اخرى. لو ده غلط حضرتك صحح لي. لن يحميها الا بوعي الشعب. اكيد. والشعب وعيه اعلنه في 30/6 واستمر عليه الى يومنا هذا. انا بطالب يكمل وعيه، يحمي ما ضاع حق وراء مطالب، والحق بدون قوه كطائر بلا جناح. الحق اللي هو انت مدركه ان مفيش تعصب، مفيش تمييز، مش ده الصوره الجميله اللي بتقول عليها الشعب المصري قايم عليها. ثم ادخل عليه الجماعه الشرعيه، انصار السنه، الاخوان المسلمين. عندنا ازهر بقاله 1080 سنه بيعلم الناس المذاهب كلها، فقه حنفي، فقه مالكي، فقه شافعي، فقه حنبلي، فقه ظاهري، فقه امامي. بيعلم الناس الفرق حتى الفكريه، الفرقه الاشعريه، الماتريديه، المعتزله، كل ده علم الازهر بيعلمه الى يومنا هذا. كنا محتاجين الجيوب دي. اذا الجيوب دي دخيله على الشعب المصري. حضرتك عايز الشعب يحافظ على كيانه، على كيان الوطن من هذه التيارات ومن هذه الافكار. نعود لموضوعنا بقى. مقاصد الايمان. ما المقصود بهذا المصطلح بشكل عام، وما هو مصدر مقاصد الايمان؟ ليه مقاصد الايمان؟ المقاصد جمع مقصد. ولما اقول لك في قوله تعالى وعلى الله قصد السبيل، يعني ايه؟ اعتمدت عليه، استقمت. ولهذا المقصد الاستقامة. ولما تقول في قول سيدنا لقمان لابنه واقصد في مشيك، امشي مستقيم، اختصر الطريق، ما تقعدش تلف، امشي عدل. طريق الاستقامة اللي احنا بنقوله في القرآن الكريم وفي كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم. امشي دغري. والمثل المصري امشي دغري او امشي صح يحتار عدوك فيه. لما اقول لك المقصد من كلامي ايه، انا بكلم معاك اهو. المقصد من كلامي ايه؟ يعني المغزى من كلامي ايه؟ هدفي من كلامي ايه؟ لما اقول لك المقصد من برنامجنا ايه، احنا ننور الناس ونبين لهم الحقيقة الفقهية عشان الناس تتبصر وتاخد قرارها، ولا احنا جايين عشان نعمل تيار زي تيار الاخوان ولا تيار السلفية ولا تيار الصوفية؟ اي تيار. احنا جايين نعمل تيار؟ لا. ولا جايين ننور ونقول معلومات؟ نقول معلومات. في برنامج تاني بيعمل تيار. اذا كل شيء وله ايه؟ هدف ومقصد. او مقصد. لما اجي اقول لك مقصد الايمان، خلاص عرفنا المقصد يعني ايه؟ هدفنا، مقصدنا، رؤيتنا، املنا. مقصد بقى الايمان. قبل ما اقول مقصد الايمان عايز اقول مصدره فين. مش هفتح المصحف والاقي صورة مقاصد الايمان. ما هي مقاصد الايمان؟ او حديث نبوي يقول لنا مقاصد الايمان. مقاصد الايمان دي عقلية. مبناها ايه؟ العقل. ليه؟ لان الايمان
انت يا انسان اللي دخلته، صح؟ انا وانت اللي دخلنا الايمان، ولا الايمان دخل جوانا؟ لا، احنا دخلنا الايمان. اذا مين اللي حاكم على من؟ العقل حاكم وهو اللي اخذ الايمان، ولا الايمان غزاه زي الفيروس كده؟ الفيروس بيجي يدخل جوه الجسم يمرضه، صح؟ الايمان انت اللي سعيت اليه وشفت ان في كتب سماويه نزلت، في هدي سماوي نزل، ومقاصد واهداف لهذا فانت الإيمان. دخلت. نعم. لان حقق لك مقصودا. حقق لك ايه؟ نعم. مقصود. اذا هي دي الحالة الثانية. اذا المقصد انت يا انسان اللي جبته، صح؟ فالتفكير في استنباط المقصد استنباط بشري. عشان كده تعرف ان كل بئر بما فيه ينضح. لما يكون واحد تفكيره وصائي، تفكيره ايه؟ وصائي. هيلقط من نصوص الايمان والدين ما يحقق تمكينه من الوصايا. نعم. ولما يكون واحد تاني هدفه التنوير والتعليم والبيان ورفع ايده عن الناس، لانه مش هيقدر يخدم الناس يوم القيامه. في حد يقدر يخدم الناس يوم القيامه؟ لا طبعا. مش كل واحد يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. اذا انا هقول جاي يسالني اقول له المعلومات صح، وهو هيتحمل المسؤوليه. انا هدي لابني اغلى ما عندي، اغلى ما عندي قناعتي الشخصيه، صح؟ بس لما خلصت قناعتي الشخصيه واديتها له وهو بلغ سن الرشد، صار هو مسؤول، وانا اتمنى يسبقني، ولا اتمنى انه يبقى. حضرتك بتقول هنا بقى صار انه مسؤول، مكلف ومسؤول، ويجب ان يستنبط ويفكر. أيوة. ويعمل عقله ويصير زيي. نعم. واصبحنا احنا انداد. واخشى يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. المهم انت بتشوف ان المقصد الذي يسعى او الذي يبينه ويحدده ويقدمه بشر. فانا في امكاننا قوي نعمل مقاصد تخلي حياه طائفيه، وفي امكاننا نعمل مقاصد تخلي الحياه شعبيه. فعشان كده قلت لك هعمل زاويتين: رؤيه الاوصياء او الطائفيين او الاسلام السياسي، كل واحد بالنسبه لي بيحقق غرض واحد، وهو ايه؟ تجنيد ناس لصالح فكره. فبيقدموا لك الدين بمقاصده من وجهه نظرهم. في اتجاه تاني اخذ الاسلام والدين كدين لله، كدين لله، والمسؤوليه فرديه، مش المسؤوليه في الدين جماعيه. مفيش حد زعيم ديني، في زعيم مالي، في زعيم سياسي، لان تم الاتفاق على انه يكون زعيم سياسي مسؤول عن سياستنا. لكن في الدين وفي الدنيا كمان، كل الزعامات دي في الدنيا، لكن في الاخره في زعيم؟ لا طبعا. مفيش زعيم في الاخره. فكرة امير الجماعة والتابعين له، هو ده مش موجود في اصل الدين في شيء. مظبوط. ولو عمل امير جماعه هيجي يوم القيامه هيتبخر منهم. يعني مش هيقدر يقول لهم انا امير الجماعه بتاعكم في الاخره، ده في الدنيا بس. اذا هي تنظيم ديني ولا تنظيم اخروي؟ تنظيم ديني. حضرتك بتقول التنظيم الديني. التنظيم الديني الاخوان والسلفيين. بقى السلفيين تيار مش اخوان، مش تنظيم، بس لهم طبعا تنظيم اللي هم الناس اللي هم القيادات. والتنظيم الاخواني ده، التنظيم ده بيقدم نفسه على انه دين، لكن هو في الحقيقه دنيوي ولا اخروي؟ دنيوي. ليه؟ لان هو من صنع بشر، دي فكره ومجموعه لاهداف معينه عملوا ده، عملوا التيار ده او التنظيم ده. فضلا عن ذلك ان في الاخره لا هيظهر مرشد ولا هيظهر امير ديني، صح؟ صحيح. هيبقى كلهم يقول يا رب نفسي نفسي. اذا هي تنظيمات وتيارات دنيويه ولا اخرويه؟ دنيوي. بيقدموها على انها اخرويه، يضحكوا بيها على مين؟ على الناس، على اتباعهم. فقدموا المقاصد من وجهه نظرهم، واحنا نريد ان نقدم وجهه النظر الثانيه لسيدنا النبي جاء بها وعاش عليها. سيدنا النبي جاء وانني اول المسلمين، كلنا صلاتي ونسكي ومحياي، بيتكلم عن نفسه، صح؟ كل واحد لنفسه. وهكذا كل انسان لحاله، وانما اعملوا بالنيات. النيات كل واحد ونيته مستقله على الاخرى. فصار عندنا اسلام ديني اللي هو كل واحد في حاله شيء مسؤولية نفسه ونعيش في الدنيا كشعب، واسلام سياسي عايز يعمل تنظيم ديني وطائفه دينيه ويبقى لها زعيم ديني يقول لهم ربنا يريد ايه، ربنا يريد ايه. فهو اصبح هو مصدر تفسير ومصدر كشف عن مراد الله.
ده الاتجاهين اللي هنتكلم عنهم. المهم هيبقى ده عقلي وده عقلي بالمناسبه. هيبقى ده الاثنين عقليين ولا الاثنين ولا واحد منهم نص؟ الاثنين عقليين. عقليين. طيب لما الاثنين عقليين، كل مواطن من المشاهدين والمشاهدات الكرام عنده عقله، هو بقى عقله في راسه، يعرف خلاص ياخد العقل ده وياخد العقل ده، يفكر في الكلام اللي بيسمعه. فاصبح اللي بنقدمه مقاصد عقليه ولا مقاصد يعني كهنوتيه اخرويه؟ عقليه. الحاكم على المقاصد العقليه مين؟ عقل المشاهد، عقل المتلقي اللي بيسمع او بيشاهد. فالمتلقي هيعجبه ده او هيعجبه ده، يشيل، لازم هو اللي يشيل. وكل انسان الزمناه طائره هيشيل. هو في حد مش عارف يشيل مسؤوليته؟ لا طبعا، كل واحد مش هيشيل قدره، محاسب، كل واحد مسؤول ومحاسب عن افعاله امام الله عز وجل. لكن بقي سؤال قبل ما ادخل في بيان الاتجاهين دول. هو المقاصد دي دراستها مهمه؟ يعني كونك نتكلم عن مقاصد الايمان شيء مهم؟ وايه وجه اهميته؟ طبعا مهم، لان بلخص لك، بعمل لك بوصله ايمانك. بعمل ايه؟ بوصله ايمان. مش انا اللي بعملها، انا بوجهك. ايمانك له بوصله، انتبه للبوصله بتاعتك، فلما تنحرف ارجع تاني. يعني انت دخلت الايمان لك مقصد، لك هدف. كان هدفك ايه؟ خلي بالك هدفك ده اوعى تسيبه. فلما تلاقي اي نص ولا اي حد يشارك عنه، حاول ترجع تاني لهدفك. هدفك الايماني ايه؟ هدفك الايماني ان ربنا يرحمك. هدفك الايماني انك تعبد ربنا وتشوف طلبات الاوامر اللي ربنا امر بيها، اللي هي عبادته، صلاه وصوم وزكاه عشان ارضائه. وكمان امرك بايه؟ تعمل مع خلق الله. ده هدفك. طب هدفك في ربنا انه جاي، او انت شايف ربنا منحاز لك على حساب غيرك، ولا ربنا ربك ورب غيرك؟ ربك ورب غيرك طبعا. انت هنا مع الاسلام الديني. لما يقول لا ده ربنا رب جماعتنا احنا بس واحنا الفرقه الناجيه، يبقى ده ايه؟ التيارات الاسلام السياسي. الاسلام السياسي او اللي فيها هذا المعنى الكهنوتي اللي حضرتك اشرت اليه. الناس اللي بتضفي على نفسها صبغه ان كانهم بيتمتعوا بوكاله من الله عز وجل، انهم يديروا شؤون العباد. الايمان اللي انا امنت بالله الخالق، اللي انا بعبده وهسجد له ووحده، هو رب كل البشر وبيرزق كل البشر وسايب الدنيا حق مكفول لكل انسان. أكيد. يبقى انت مع الايمان او الاسلام الديني. ولو انت قلت لا ده ربنا رب الطائفه بتاعتنا، رب المله بتاعتنا، ودول الى النار، دول حطب جهنم، دول ربنا خلقهم عشان يخدمونا، زي ما البعض للاسف من اصحاب الخطاب الديني المشاهير قالوا ان احنا مش مهم نكون عملنا طيارات ولا قطارات ولا دبابات ولا صواريخ ولا لا، دول ربنا سخرهم يخدمونا، اللي هم غير المسلمين سخرهم يخدمونا. فبيبدي ده اي حق لمين؟ لاتباع الجماعه دي، على اساس ان احنا الفرقه الناجيه واحنا بقى المحظوظين في الدنيا، غير المسلمين يخدمونا، هم افضل من سائر البشر، وفي الاخره احنا امنين وناجين، وكأن دول مش هيتحاسبوا يوم القيامه. هل ده مقصد ايمانك انك تدخل في الانحياز ده ولا لا؟ خليك اذا بوصله ايمانك دي لازم تخليها هدف امامك. ربنا رحمه للكل ولا للبعض دون البعض؟ الكل طبعا. البشر الوانهم واختلافاتهم ليس لهم يد فيها، فهم معذورون فيها ولا غير معذورين؟ دي اسمها مقاصد. خلي بالك، ده مقصد تحطه في بالك يا انسان يلي انت تدينت. مش تقول انا عشان لوني كذا او عشان انا عربي يبقى انا احسن من العجمي. طب ما هو ذنب العجمي ايه؟ اتولد لقى نفسه في العجم. لا فضل لعربيين على اعجميين الا بالتقوى. وانت اتولدت لقيت والدك مسلم او والدتك مسلمه الى اخره. انت مالكش يد في خلقه نفسك، وابوك كذلك وجدك كذلك. اذا لازم يكون بوصله ايمانك قائمه على ان اللي مالناش يد فيه نرفع ايدنا عنه ونسيب امره الى الله عز وجل، ويبقى نعيش يعني بشر في سؤال اعتقد انه مهم، او انه بيشغل بال اللي بيتابع حضرتك دلوقتي، ثم سنستكمل طبعا كل النقاط المهمه اللي حضرتك مركز عليها في الحوار ده.
المشاهد والمتلقي المستمع كل اللي بيتابع حضرتك دلوقتي كيف يميز بين المدعي الوصي اللي بيحاول يكون وصي على الناس او يضفي على نفسه صفات الكهنوتيه في امور الدين، او انه وكيل عن الله عز وجل على الارض وانه بيضفي على نفسه هذه الوكاله، وبين العالم وبين اهل الذكر واهل العلم اللي امرنا في القران الكريم بان نسالهم، بان نستفيد من علمهم، وازاي اميز كمتلقي بين هذا وذاك، إيه المحمود وايه المذموم؟ في النهايه في مثل مصري بيقول لك خلي اللي يكلم ايه واللي يسمع عاقل. الرهان على مين؟ على المستمع. على المستمع. اذا يا مستمع الرهان عليك، لا فلان هينفعك ولا فلان هيضرك. انت عليك تسمع وعليك تكتشف نفسك انت عايز ايه من ربنا. لكن انت عايز ايه من جارك هيطلبه، صح؟ انت عايز ايه من مراتك هتطلبه، صح؟ ولا الدين اللي هيقوله؟ لا، دي امور بين البشر، بين معاملات البشر. يعني اللي انت عايزه من مراتك الدين هيجيبه لك ولا مراتك اللي هتجيبه لك؟ ولا هي عايزه حاجه من جوزها الدين هيجيبه لها ولا جوزها اللي هيجيبه لها؟ دي امور دنيويه، دي معاملات بشريه دنيويه بحته، نعم، بعيده عن الدين يعني. لا بكل اسف. الاسلام السياسي بيقول لك الدين الاسلام السياسي، الفكر بقى هنا الخاطئ هو اللي بيقول كده، اللي بيمزج الامرين ببعض. طبعا نعم. الاسلام السياسي يتدخل في كل شيء بيخلي الانسان يتجرد من عقله، اللي هنقولهم في الثلاث اشياء بسرعه. المهم انت بقى لما تلاقي اللي بيكلمك بينفذ اللي ربنا امر سيدنا النبي وسيد الخلق بيه. ربنا امر سيد الخلق بايه؟ فذكر انما انت مذكر. كمل. لست عليهم بمسيطر. طب لما يكون هو عليهم مسيطر ويفاجأ بان هم خلفه ويقعد بالارهاب الفكري والارهاب اللساني والارهاب المادي، يبقى ده مسيطر ولا مش مسيطر؟ اكيد مسيطر. خليك مش مسيطر كده، تعرف ده عالم اللي بيقول لك المعلومه ويرفع ايده. مدرس، انت تعرف، انا عايزك تميز ما بين مدرس التربيه الدينيه ومدرس سائر مواد خلق الله. ايه الفرق بين الاثنين؟ جاوب انت بقى. لا حضرتك اللي تجاوب، ما اعرفش. بالله عليك ما تعرفش؟ مدرس التربيه الدينيه انا بدخل لو حضرتك بتسالني حضرتك بتتكلم في الممارسات. أيوة، ممارساتهم الفعليه اما ينبغي ان تكون عليه رساله. لا اللي بيحصل اللي بيحصل حضرتك بتتكلم ان في واحد بيدخل يقول للولاد ان هو ده، يعني كل حاجه بيتكلم فيها الحلال اهو والحرام اهو، تحفظ كده يعني. ايوه وانا بقول لك الحق المطلق. وادخل بقى على اي مدرس اخر في التاريخ ولا في الجغرافيا ولا في اي ماده الاحياء ولا الطبيعه، اي ماده من المواد، بيقدم العلم كنظريات وكأطروحات ولا بيقدمها ثوابت وقواطع؟ الغالبيه بتقدم على انه نظريات واطروحات، وده الصح. اقسم لك بالله ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد وداود الظاهري قدموا فقههم على انها اطروحاتهم، تفسيراتهم اطروحات. فلما يجي لك خطاب ديني بيقدم لك على ان دي مش اطروحات، دي انتهيت. ملهاش بديل. جبت لك من الاخر الفتوى هي الفتوى دي، يبقى ده خطاب ايه؟ وصي. اما اللي بيقدم لك كما قال الامام ابو حنيفه ما قدمناه راي، عرضوه على الكتاب والسنه، فان وجدتم غير ذلك فخذوا بالكتاب والسنه واتركوه هذا الراي. لما يجي الامام الشافعي يقول انا ما قدمت قول صواب يحتمل الخطا، كان نفسي اسمع شيوخنا كلنا يقولوا كده. حضرتك تتمنى إيه كل شيخ وكل داعيه يقول ظني هذا والله اعلم، يعني هذا ما ظننت او هذا ما فهمته. اولا الله اعلم رغم انفي وانف غيري. نعم. وسيدنا عمر غضب قوي لما سمع من واحد كان بيسال فبيقول له الله اعلم، قال له ثكلتك امك ان لم يكن الله اعلم، اذا سالتكم فقولوا ادري او لا ادري. يعني فلسفه الله اعلم ديت فلسفه رفضها سيدنا عمر، ومع ذلك اللي بيقبلها بيقبلها. لكن الفكره فكره انك انت تقدم طرحك وتقول شوف نزل من السماء كتب سماويه ولا كتاب واحد؟ كتب سماويه. كتب سماويه. قالوا لي، شفت بقى، قالوا لي ان الكتب السماويه ديت حرفت، فانا مش مرتاح اعمل بما فيها، لكن اهلها يعتقدون صحتها فلهم عذرهم فيها. وقالوا لي ان الكتاب اللي انا امنت بيه ده هو الكتاب الصادق الذي لم يحرف، لا يأتيه الباطل من بين ولا من خلفه، فأنا آمنت بيه وأثق فيه.
فانا ايماني بيه، غيري لم يقتنع بهذا فله عذره وانا لي عذري. هذا الكتاب العظيم اللي انا امنت به، الذي لا ياتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه، حمل وجوه في التفاسير، ولا تفسير واحد؟ لا، يحمل وجوه كثيره متعدده، لانه هدى ونور. نعم. هدى ونور. فانا شايف ان الكتاب ده شأنه شأن الشمس، بتنور اليمين كل 360 درجه، زي القمر بينور 360 درجه. اذا الكتاب ده ما خدنيش والزمني بشيء، ده حملني المسؤوليه افهم اللفظ على حقيقته او مجازه. مش احنا دارسين في اللغه العربيه ان اي لفظ عربي يصح ان تفسره على الحقيقه وفي ذات الوقت تفسره على المجاز ان شئت فالقرار قرار مين؟ المفسر، المتلقي. نعم. فعشان كده بقول للمتلقي انت الرهان عليك. اما وظيفه كده فيها يحصل لخبطه. واحد يقول لي كده بقى هتحصل لخبطه والناس مش هتعرف تمشي ازاي وهتستقر ازاي. اذا انت عايز برنامج ونكذب على الناس ونقول لهم البرنامج ده ربنا اللي وضعه، وده اللي عمله الاخوان لما قدموا برنامجهم وقالوا البرنامج الاسلامي والحزب الاسلامي واي حاجه مكتوب عليها الاسلامي لازم تعرف ومش من قرآن كريم، تفاجأ بان اللي وضعها بشر. يبقى ده كذب على الله ولا لا؟ بالتاكيد. اما يقدم برنامج بشري، فويل للذين يكتبون كتاب ايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. واحنا قبل كده في مناقشه مع حضرتك حتى رغم ان احنا في يوم من الايام حضرتك ضربت امثله باسماء علماء، وانا يعني قلت لحضرتك ان انا لا احب ان اعلق على شيء باسم العالم، وحضرتك ادرى مني طبعا بعلمك ومعرفتك، ولكن اتفقنا تماما على ان حضرتك قلت رأي قاطع لا أعتقد أن في شخص بيختلف عليه مع حضرتك، ألا وهو أن كل من ينسب كلامه الشخصي لله عز وجل على أنه هو كلام الله وأن هذا الكلام ملوش بديل رغم أنه في النهاية من صنع بشر، هذا كاذب، هذا الشخص كاذب. لأن هو المفروض يقول، وده الكل متفق مع حضرتك فيه، أن هذا تفسيري، هذا فهمي، هذه قراءتي. أنت بتتكلم كلام تخلي الواحد يطمئن، بس على أرض الواقع غير كده. بتقول لي الكل متفق معاك فيه، لا قصدي مفيش حد هيختلف على انه الناس العاديين مش العاديين على التيار الاسلامي السياسي. لا مش عاديين، هم هيقولوا ده هيختلفوا. طب اسمع اي فتوى تطلع كده من اي جهه رسميه ولا غير رسميه يقول لك هذا شرع الله، الحكم شرعا، الحكم شرعا، الحكم شرعا. شرعا ولا فقها؟ الامانه تقتضي اقول فقها ولا شرعا. لما تقول لي شرعا اذا لا يجوز للمفتي الذي ياتي من بعدك او لشيخ الازهر الذي ياتي من بعدك ان يخالف. لكن فوجئنا بان كل شيخ ازهر بيبقى له منطقه وعقله وفكره اللي مرتبط بارض واقعه، مرتبط بارض ايه؟ واقعه والقضايا المحيطه به وتحديات. كان في شيخ ازهر اسبق قال بان الجنسيه حرام. الشيخ شلتوت، كونك مصري وتاني ليبي وتسعوري ده حرام، جنسيتك مسلم. النهارده شيخ الازهر يقول لا انا مصري وفخور بان انا مصري، وان غيري ليبي وغيري سوري، لان دي جنسيه حقوق، مش جنسيه تفرقه عند الله عز وجل. حقوق. انا حقي عشان ابقى وزير ابقى فين؟ في سوريا ولا في مصر؟ انا حقي عشان ابقى لي صوت انتخاب في اختيار رئيس جمهوريتي في سوريا ولا في مصر؟ في ليبيا ولا في مصر؟ دي اصبحت الجنسيه لها حقوق. المعنى ده ما كانش مفهوم ايام الشيخ شلتوت، اتفهم بعده. فلما يقول هناك في ايامه ان الجنسيه حرام شرعا وشرع يتغير النهارده، لا، لو كان صادق كان في قوله انه حرام فقها اي من فقهي، كنا قلنا فقهك فعلا يناسب زمنك وانا فقهي يناسب زمني. يبقى التعبير حلال فقها هو الصواب، هو الادق، نعم، وحرام فقها هو الصواب، ولا حلال وحرام شرعا؟ الصواب هو ايه؟ فقها. قبل كده الشيخ جاد الحق عليه رحمه الله قال بان فوائد البنوك حرام شرعا، وقال بان ختان الاناث واجب شرعا. النهارده الازهر نفسه اللي بيقول ان فوائد البنوك حلال شرعا، وبيقول ختان الاناث في دار الافتاء 2008 حرام شرعا. تغيرت الفتوى نعم بس مع الزمن. الخطيئه واحده اللي هي ايه؟ شرعا هنا وشرعا هنا.
طب هسألها حضرتك، المال الصح ايه عشان ما فقهاً. يبقاش طب فقها لو هنا عالم وفقها قالها هنا. قال كده يا دكتور، يعني لو عالم قعد مع حضرتك وسمعت رأيه او رده على مواطن او شخص بيستفتيه وقال له هذا واجب شرعا او هذا مرفوض او حرام شرعا من وجهة نظري وفقا لرؤيتي، اذا هتقول شرعك عليه انت مش شرعي. يعني بس حضرتك كده. ساعتها بس عايزه يقول ده ما آه. فهمته انا كعالم، ما ماشي. فهمته انا كشيخ من شيوخ ولو الاسلام قال نعم. شرعا من وجهة نظري هقول له شرعك انت مش شرع انا. انه هذا الامر حضرتك عايزه يقول ان ده فقهه، دي مظبوط. رؤيته الفقهيه وليس مظبوط. هذا هو الشرع. طب هل ده يسري على الفكر فقط على ما هو مكتوب من فقه اسلامي ولا على المعاملات الاقتصاديه؟ يعني حضرتك بتشوف ازاي طلعت من سنين، من 10 20 30 سنه، فكره المعاملات الاقتصاديه الاسلاميه، البنوك الاسلاميه او فرع المعاملات الاسلاميه، حضرتك بتشوف اليافطه دي ازاي ما هو انت مش نفس عايز القضيه؟ طبعا نفس القضيه. اديني فرصه بقى اقول لك اتفضل. الاشياء الثلاثه اللي هي تعمل الجانبين دول، الجناحين دول، جناح الاسلام السياسي او الطائفي او التحزبي او الفرقي او الجماعه، كل ده اسماء واحده. ليه؟ بيعمل حشد. واسلام ديني، اسلام ديني ورضيت لكم الاسلام دينا، ما قالش ورضيت لكم الاسلام سياسه، ديني. الدين علاقه بين العبد وبين ربه، فردي. ما فيش دين انسان زي انسان اخر، ديني غير دين ابني على فكره، هو الاسم واحد، لكن انا ليا درجه او ليا ايمان ودين بيني وبين الله. الدين ده حاجه نفسيه وهو بينه وبين الله حاجه نفسيه، وهكذا اخواتي وقرايبي وانت سيادتك اكيد دينك غير ديني. الاسم واحد، بس دينك عند الله وثقتك في الله ويقينك في الله زي ثقتي ويقيني واعتقادي في الله. مش ممكن يبقى في تطابق بين عبد واخر، يعني كل الناس علاقتهم بربنا. هو ده الاسلام الديني اللي فيه تنافس، اللي فيه ان الابن بينافس ابوه انه يكون احسن منه في الدين، اللي فيه ان العامل اللي في وزاره الاوقاف بينافس وزير الاوقاف في علاقته في الدنيا مع الله، والموظف اللي في الازهر بينافس فضيله الامام في علاقته الدنيا مع الله. اذا التنافس في الدين مكفول لكل البشر بلا استثناء طبعا، دون النظر الى وظائفهم الاجتماعيه، بخلاف الاسلام السياسي. لا، هنا بقى المرشد قال هو اللي يعرف مرضه، مفيش حاجه تانية تتقال بعد كده. ومن ياخذ بفكره حتى ولو من اي جهه كانت، الفكر القائم على الوصايه ده. المهم لما اجي اتكلم عن مقاصد الايمان، مقاصد الايمان، انا دخلت الايمان ليه؟ اولا بحلم الاقي اماني في الايمان، صح؟ فدخلت الايمان عشان الاقي اماني فيه. فلما ادخل الايمان والاقي الخطر يبقى يخالف مقصده ولا لا؟ اكيد. اعيدها تاني معلش، مهمه دي. اي انسان دخل الايمان، انا بتكلم عن نفسي مش هتكلم عن غيري، دخلت الايمان عشان اجد الامان ولا اجد الخطر؟ الامان طبعا. فلما الاقي ايماني اللي انا دخلت فيه يعني وجه لي مخاطر عده، يبقى الغلط فين؟ بوصلتي تقول لي ايه؟ بوصلتي تقول لي ارجع، الخطر ده لا، انت دخلت ايمان عشان ما ذهبت اليه بعيد عن مقصدك. الله. طيب ايه نوع الخطر اللي حضرتك بتشير اليه الان اللي ممكن يخلي الشخص يراجع نفسه او يعود الى مقصده الايماني؟ كتير. كل الشباب البريء اللي بيدخل ويقبل انه يشتم غيره، يوجه بانه يشتم غيره علشان افتى فتوى غلط، فتفاجأ بانه وظيفته سباب ولعان وحدث كراهيه. هو اتقال له كده ان الشيخ الفلاني وحش، يلا سيبه. الشيخ الفلاني مش عارف ايه كويس، ايه اجري وراه، او روح اقتل فلان زي ما تم قتل فرج فوده، او ايه الى اخره، او يعني ازدري فلان. خد بقى في عهد سيدنا النبي، في عهد مين؟ سيدنا النبي. حديث رواه مسلم عن علي بن ابي طالب بيقول ان سيدنا رسول الله ارسل سريه ونصب عليها اميرا من رجل من الانصار، وقال لهم اسمعوا له واطيعوا. اللي قال اسمعوا له واطيعوا مين؟ سيدنا النبي. فراحوا رايحين، فهو في ذات ليله سهرانين وبيأدوا واجب مهمه الرباط الخدمه، فغضب عليهم فاستدعاهم، راحوا واقفين، قال له اصطفوا صفا واحدا، اصطفوا. قال لهم ألم يأمركم رسول الله أن تسمعوا لي وأن تطيعوا؟ قالوا بلى. أؤمر يا أمير.
قال اذهبوا فاجمعوا لي حطبا. فبعضهم بدأ يفكر احنا مش جايين عشان نلم الحطب من الصحراء، احنا جايين علشان نحافظ على امن المدينه المنوره من في هذا الجانب. ايه دخل؟ فبعضهم قال لا لا لا، السمع والطاعه، وبعدين مفيش ضرر. هو لما اجمع حطب في ضرر؟ لا مفيش ضرر، جمع الحطب. اجعلوه قوما واحدا، عملوه قوما واحدا، اوقدوا فيه النار، اوقدوا فيه النار، اصطفوا صفا واحدا، اصطفوا صفا واحدا، ادخلوا النار واحدا بعد الاخر، كل واحد يمر عليها عشان يتلدع، انا عايز اعاقبه عقاب كده، يلا زي ما بنشوف البعض بيعاقب البعض بمثل هذه الاشياء القريبه منها. فهم بعضهم بالدخول وهم بعضهم بالامساك به. يقول له اسمع بقى ديت اللي تهمني موطن الشاهد. قال له ما آمنا برسول الله إلا أن ينجينا الله من النار يوم القيامة أفندخلها في الدنيا؟ عقله هنا قال ان في البوصلة. تناقض بين الامرين. نعم مش العقل، البوصلة. أنا دخلت الإيمان، دخلت الإسلام ليه؟ قول لي ليه؟ لأنجو من النار. أهو بدخلها في الدنيا؟ أكيد الأمر غلط. بيقولوا البعض ده المنطق، الشخص شغل منطقه، يعني لقى الامور. عرفت أهمية بيان مقاصد الإيمان إيه؟ إنها بوصلة ترجع الإنسان عن إيه؟ عن انا بس الخطأ. قبل ما نختم الحلقه، لان يعني زميلنا حلقة إيه؟ العزيز إحنا لسه بدأناش. المخرج خالد حجازي بيقول لي ان احنا فاضل لنا دقيقه، واعتقد المشاهد مش هيبقى حابب اننا نختم الحلقه من غير ما حضرتك تكمل له اللي حصل سريعا في القصه دي. بعد ما اختلفوا على هذا الامر حصل ايه؟ لما عادوا للرسول عليه الصلاه والسلام ماذا حدث؟ طال بينهم هذا النزاع، خمدت النار وهدأ غضب الرجل. سمعهم بيتناقشوا، فهو يبدو انه اقتنع كمان وهدأ غضبه فعفى عنهم. فلما عادوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وحكوا له ذلك، قالوا له هو احنا يا رسول الله بكده نكون خالفنا السمع والطاعة؟ فقال لو دخلوها ما خرجوا منها يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف. دخلت الإيمان بهدف ومقصد البعد عن المشاكل، تلاقوا إيمانكم بيجيب لكم مشاكل. دخلتوا الإيمان علشان تجدوا الطمأنينة والأمان، تلاقوا عدم الطمأنينة وعدم الأمان، يبقى أكيد ده الغلط وانتوا مقصودكم هو الصح. فمقصودك ايها الانسان اهتم بيه. احنا لسه ما ذكرناش الثلاث اشياء ان شاء الله في الحلقه القادمه. الاسبوع القادم يتجدد لقائنا مع الاستاذ الدكتور سعد الدين هلالي، استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر، وللحديث بقيه ان كان في العمر بقيه ان شاء الله من خلال برنامج مجلس الفقه. بشكر حضرتك يا دكتور، شكرا جزيلا. بارك الله فيكم. شكرا جزيلا لحضراتكم والى اللقاء.